العشاء ليش يخاف من الظلام؟ سؤال، هو الظلام ايش بيه؟ صدق ليش يخاف الانسان من الظلام؟ يتوهم اكو واحد راح يطفر له منه، لا يمكن منه، لا يمكن. شوف، وهم مولانا الميت مثلا، ميت هو من كان عدل ما يضر، عود من مات يضر. واحد يقعد يم الميت، ايش راح يسوي للميت؟ قابل يقعد من تابوته مثلا؟ بس وهمه ايش يتصور هذا راح يقعد. الوهم احيانا واحد قاعد بمكان مظلم يعتقد واحد راح يمد ايده عليه منه، ماكو شيء، هو بس هو الوهم مالته شنو؟ الوهم مالته مولانا قوة الوهمية، يعتقد يلتفت ماكو شيء، هو يدري ماكو شيء، هو بالقوة العقلية مالته متأكد اكو شيء لو ماكو شيء. اذا الوهم. ليش الكشافات والكشافين لعبوا جولة بالمجتمع؟ لان المجتمع كله يتصور هاي بيها تابعة، هذه مسحورة، هذه مدري شنو، حتى مولانا حتى اللي ما بيه شيء، هو ما بيه شيء، ذولا شو يسوون؟ اذكياء، ينمي عنده القوة الوهمية. يقول له انت المغرب هم الضوج؟ يقول له اي والله ضوج صدق. زين، يقول له عندك آلام برجليك من جوا الركبة هيك؟ يقول له ايوه. طبعا احنا كنا عندنا آلام من جوا الركبة لان الماي مالتنا يسوى آلام طبيعي، فكل العراقيين يعانون من هاي الامراض. قال له زين، انت من يصير عندك مشاكل هم يضيق صدرك احيانا تختنق؟ قال له اي والله. قال له اذا بيك تابعه. هو كل شيء ما بيه، حقيقة. هذا ايش سواله؟ تدري ايش سواله؟ هذا شغل عنده القوة الوهمية. من شغل عنده القوة الوهمية هن 5-6 قواعد قاريهن لو مطلع عليهن. الشعب العراقي كله يعاني من عجل. العصر طبعا، اللون لا هو الليل، لا هو هذا طبيعي. فالإنسان أحيانا يحس بنفسه يعني مختلق بسبب الأكل والماي والمدري شلون كذا، صار عنده آلام كذا. طبعا اللي يتعارك يضيق صدره اكيد، ويصير عصبي يضيق صدره. ببيتكم اكو مشاكل مدري شنو كذا 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 كذا، ف5-6 شغلات تنطبق علينا كنا. اذا كنا محطوطنا. اي حقيقه، اي صراحه. فبعد هاي رجعت للبيت، تتصور انه شنو؟ تتصور انه هذه حاطينها سحر مولانا، بعد هاي راح تهدأ خلص.